بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم سوفت وير. آه، طبعا في الفترة الأخيرة دي أجهزة ريلمي بقت حمايتها رخمة شوية، وبقى معظمها ما بيجيش على الأدوات. فاحنا هنعرف طريقة جميلة أوي نقدر نفك بيها كل اف ار بي لكل أجهزة ريلمي، سواء كان معالجاتها ميدياتك أو معالجاتها كوالكم، وبأقل الأسعار إن شاء الله. طيب، هنعمل إيه؟ أول خطوة هنخش كده على متصفح جوجل ونحمل فونكس سيرفس تول. اللي ما يعرفش الأداة دي أداة خطيرة يعني. ببدأ أحملها من أي حاجة من هنا، من ميجا مثلا. طبعا لازم أحمل آخر إصدار، يعني لو عندك إصدار قديم وأنت شغال بالأداة قبل كده مش هينفع، لازم تحمل آخر إصدار، لأنك لو حاولت تفتح إصدار قديم هيقولك برضو هيوجهك هنا ويقولك حدث. فأنا دخلت على الموقع على طول وقلت أحمل الأداة قدامكم يعني. طريقة تحميل الأداة سهلة أوي، باجي هنا تحت وأدوس على الثلاث نقط دول، وهنا هيقول لي حاضر والسماح، او ادوس السماح طبعا، او ادوس حسنا فهمت ذلك، وارجع هنا عند كلمة تنزيل اختار التحميل القياسي. هيبدأ يحمل معايا ثواني وهيحمل معايا. اخر اصدار عندنا هو فيرجن 8060. طيب، انا محمل الاصدار ده قبل كده عشان ما اعطلكش، بس ماشي خليه يكمل يعني، مش هيخسروا حاجة عشان تشوف كل حاجة بنفسك يعني. هو مش هياخد اكتر من 2 ثانية. اهو كده خلاص حمل اهو. هلاقيه ظهر لي فوق هنا في المتصفح بتاع كروم التحميلات. ثواني وهيظهر لي اهو، بيقول لي تحفظ فين. اقول له هحفظ مثلا في الديسكتوب، اقول له سيف. كده خلاص لو دوست هنا هلاقيه هو كده حمل خلاص. انا كنت محمله قبل كده يعني. طب الخطوه اللي بعد كده هاجي هنا على الديسكتوب، هلاقي ادي حملت معايا اهي. دبل كليك عليها وادوس هنا واختار ران اني واي. ثواني وهتفتح معايا الاداه. طبعا لازم اعمل حساب على الاداه، لو انا مش عامل حساب هدوس تسجيل. لازم يكون عندي حساب على الاداه، والتسجيل سهل يعني بالايميل بتاعك. طبعا انا سجلت بياناتي في الاداه فتحت وسجلت بياناتي. ثواني وهتفتح معايا. جميل. بعد ما فتحت الاداه شوف الكريدت اللي عندك، يعني انا مثلا عندي هنا 2 وربع كريدت. طبعا ممكن اشحن كريدت، وطريقه شحن الكريدت قلنا سهله جدا. بتخش كده على السيرفر بتاعنا، سيرفر سيرفر جولد انلوكس. واللي ما شافش حلقات السيرفر يشوفها ازاي يسجل على السيرفر، يعمل حساب عليه، ويتواصل مع الباشمهندس سيد صاحب السيرفر عشان خاطر يقدر يشحن الكريدت بتاعته. طب هنا بمنتهى البساطة، لو انت عندك حساب، انا عندي حساب اهو. ماشي. بخش كده، طبعا انا شحنت الحساب بتاعي، بشحنه بأي حاجة يعني. اشحنه ب5 دولار حتى اقل حاجة يعني، او 10. كل ما ازود رصيدك كل ما يكون احسن. طيب، وفي طريقة لشحن الكريدت انا شارحينها برضو في الفيديوهات بتاعة السيرفر. ارجع تاني الفيديوهات سلسلة التعامل مع السيرفر، في 7 فيديوهات. طيب هننزل هنا واختار سيرفر سيرفس.
خدمات السيرفر، واخش هنا عند كل مجموعة وانزل لحد ما الاقي فونكس. طبعا اولها بي اتش فهتلاقيها في الاخر، يعني حاول تنزل للاخر كده شوية. بي اتش هتلاقي في الاخر. اهي فونكس سيرفس 2، دوس عليها كده. ادي الخدمة بتاعتنا اهي. ده سعر الكريدت. بنخش هنا، عايز مثلا اشحن 5 كريدت، بكتب هنا 5 مثلا، وبكتب هنا الايميل اللي انا مسجل بيه. الايميل اللي انا مسجل بيه في الاداة، يعني اللي انا مسجل بيه في الاداة، وبدوس اطلب الان بينزل لي رصيد. بتأكد ان الرصيد نزل ازاي. باجي هنا في سيرفر اوردر، بلاقي هنا لما بفتحه بلاقي الكريدت نزلت. طيب بعد ما انا حملت كريدت، يعني انا بعد ما شحنت الكريدت بتاعتي على الاداة، او هنا الاقي الكريدت نزلت. طب انا خلاص شحنت الكريدت بتاعتي، هنا عملت حساب على الاداة وبايميلي، ودخلت سجلت في السيرفر بتاعنا، وشحنت مثلا 5 كريدت 10 كريدت زي ما شحنت مش مشكلة. واخترت الكمية بتاعتي من زي ما علمتك. اختار مثلا 3، اشحن 3 كريدت، اشحن 5 كريدت، أي حاجة يعني. خلي عندك كريدت كتير يعني على قد ما تقدر يعني. في الأداة دي هتنفعك كتير. نرجع بقى تاني للأداة. هعمل إيه بعد كده؟ هاجي هنا عند كلمة وان بلس دي كده، هيقول لي هنا إيه؟ سيرفيس. اختار سيرفيس دي، وهختار سيلكت موديل. هبدأ بقى اختار انا بقى الموديلات اللي موجودة. بص عندك كل الريلمي هتلاقيه بقى، كل الريلمي هتلاقيه يعني. ايا كان الريلمي اللي عندك هتلاقيه، كل الريلمي هتلاقيه. طب خلاص مثلا اخترت الريلمي ده مثلا، ماشي، وابدا ادوس هنا سيرفيس، واختار فاكتوري ريسيت اند اف ار. وكل اللي هعمله اني هدوس تعلية وتوطية، ثبت ايدي واوصل الكابل. لو المعالج بتاع الجهاز ميديا تك هياخد مني 1 كريدت، لو المعالج بتاع الجهاز كوالكم هياخد مني 5 كريدت. دي ارخص اسعار عندنا نتخطى بيها اي حمايات، من غير فتح الجهاز ومن غير تيست بوينت ومن غير اي حاجه. هو فيديو صغير كده وان شاء الله هيعجبكم يعني، لكل الناس اللي بتجيلها اجهزه ريلمي كتير وتدور على حل ليها. وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا لحسن استماعكم.